السلام عليكم. كما راكم تشوفوا في الصورة هذه ما زلنا مع الكاطو تاع العيد وثاني موديل تاع هذا العام هو كاطو بالقلوب. كاطو القلوب البيضاء المحشية بحشو جد بنين بزاف. ويجي الكاطو هذا يذوب 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 في الفم، يجي هايل. مقاديره قلتلكم جد بسيطة جدا، وراح كما تشوفوا هنايا شكله رائع وراح يحمر لك الوجه تاعك. نفوتوا مباشرة دون إطالة للمقادير. عندنا 250 غرام تاع ماكارين، عندنا عندنا بيضة وصفار بيضة، كاس تاع السكر، عندنا 2 مغارف تاع نشا وفنجال تاع زيت والفاني. وعندنا هنا كتشوفوا هنايا في الخميره راح نديرو على راس المغرفه تاع خميره. اول حاجه الماكارين لازم تكون طريه، حطيتها راح نفرغت عليها السكر الناعم كنت غربلته، وهنايا حطيت قرصه تاع الملح، وهنايا ضربوهم مليح بالباتور، ضربوهم مليح بالباتور حتى تولي لنا شغل كريمه. هنا من بعد حنضيفو هنايا فنجان تاع زيت. السكر تقدري تضيفي تكيلي بالمغرفه، ديري حوالي 4 مغارف تاع سكر. هنا الزيت نضيفوه بالتدريج وحنايا في نفس الوقت نضربو. نحطو الفاني، نحطو مغرفه صغيره تاع فاني. هنا عندنا بيضة كاملة وصفار بيضة. هذه الكمية راح تقطع لك حوالي درت لي 32 حتى 33 حبة. هنايا نضيفو النشا، قلنا 2 مغارف كبار تاع النشا، نزيدو نخلطو قسم يدخل لنا هذاك النشا فقط. انا نحي البيتخا تاعي. هنا نبدا نطم العجينه تاعي، راح نستعمل اليد بنعرف القوام تاع العجينه. هنايا نحط الفرينه، نحط الخميره، عندنا على تمام تقريبا 4 مغرفه صغيره تاع خميره. منديروش بزاف الخميره باه ما يزدناش الشكل تاع الصابلي تاعنا كي نحطوه في يطيب، باه ما يفسدناش شكله، يقعد لنا كامل نفس الحبه. هنايا نبداو نطمو بالفرينه، العجينه تاعنا تكون متماسكه، تكونش ناشفه وما تكونش جاريه. بعد ما طمينا العجينه، هاي العجينه طموها فقط باليد ما نعجنوهاش، نخليوها ترتاح حوالي 5 دقائق. نجيبو كيس بلاستيكي نطرحوه ونغلفوها ايضا بكيس بلاستيكي ونحلوها. نحلوها بسمك حوالي نص سنتيم هكذاك، ونبداو نطبعوا فيها. احنا ديما نستعملوا كيس بلاستيكي باش نحلو العجينه تاعنا باه يقعدوا هذاك الشكل تاعهم، يجي العجينه ملسه. هنا انا استعملت القلوب، هنا تقدري نتيا تستعملي اي شكل تحبي. نحطوهم مباشره في سنيوه ما ندهنوها، ما ندهنوهاش، خليوها هكذاك باش راح يلصق لنا صابلي هكا. نحطو كامل الكميه وندخلوه نطيبوه مليح من التحت، يدي تحميره شابه من التحت ومن الفوق نخرج ونخليوه نطفيو عليه الفرن، نخليوه شويه فقط في الفرن بدون نشعلوا له من الفوق، فقط باه ينشف لنا من الفوق ونخرجوه.
دوكا تشوفوا ها الشكل تاعو كيف راح يكون. هنايا راح نديرو كريمة الزبدة اللي رايحين نلصقوا بها الحبات. شوفوا عندنا هنايا 3 مغارف تاع زبدة تاع مقارين تكون كما كتشوفوا في الصورة استعملت انا لابيل، تكون طرية، لازم تكون هنايا طرية، تكون خرجتيها من قبل من الثلاجة. ونستعملوا معاها واحد 3 مغارف ل 4 مغارف تاع سكر. نحطوا لهم الفاني، ونحطوا لهم هنايا واحد القرصه هكا فقط تاع كاكاو. هذا الكاكاو راح ينحي لنا طعم هذيك الزبده، تجينا كريمه الزبده هذه ما فيهاش القوه ديك تاع الزبده. صراحه انا ما نحبش القوه تاع الزبده، صح كي جربتها هكا ودرت لها هذيك القرصه هذيك تاع الكاكاو بدلت لي الطعم. بصفه نهائيه تاع الزبده راح اختفت هذاك ذوق تاع الزبده نهائيا. تقدري ديري لها الملون ثاني، تقدري تلونيها كريمه الزبده، تقدري تلونها. هذاك السكر والفاني والاخر لازم نغربلوهم باه نضيفوهم لهذيك المقارين، ونقعدوا نضربوها مليح حتى نشوفوها خثارت عفوا طلعت. هنايا ثاني لاستيس الاخرى حنضيفوا 2 مغارف تاع ماء، 2 مغارف كبار تاع ماء لهذه الكميه. شوفوا لي نتحصلوا عليها كريمه زبده، نتحصلوا عليها تكون هكذا، هذا هو الشكل تاعها، تجي شويه جاريه باش تمشي لنا في لابوش. ها هو الكاطو تاعي، شوفوا كي طاب، قلت لكم تدي تحميره مليحه من التحت. هنايا هاي كريمه الزبده عمرتها في لابوش، وهنا راح نستعمل ديكو فروي. ها هو ديكو فروي تاع الفاز راح نعمر فيه في الوسط. ندير هنايا كريمه الزبده هكذا على الحواف، ونخلي في الوسط باه نعمر ديكو فروي تاعي في الوسط. اي صوره اي تبين لك وحتى فهمي اكثر من الشرح. كاينه حاجه ثاني عفسه اخرى، تقدري هذوك القلوب نص ديريه عادي كما درت انا، ونص في الوسط تثقبيه بحاجه صغيره، ديري له ثقبه في الوسط، هذيك الثقبه هي اللي راح تعمريها. هنايا بعد ما كملت درت كريمه الزبده، راح ندير ديكو فروي في الوسط. هذا راح يعطي واحد البنه جا الكاطو هذا، صدقوني وانا صايمين جاء رائع، روعه واحد الذوق بنه. جربوه ويجي، قلت لكم يجي يذوب في الفم، والله يجي يذوب في الفم، يجي هايل. والمقادير اي مضبوطه راح تنجحي فيه اكيد، خصوصا للمبتدئات راح تنجحوا فيه. هنا ومن بعد نحطوا حبه فوق حبه، وهذيك الزائد تاع كريمه الزبده راح نحيوه هكا ونعدلوه بالاصابع. نضغطوا قليلا فقط باش هذيك الحبات يلصقوا في بعضها. طريقه سهله وبسيطه. هنايا تقدري كريمه الزبده تبدليها، ديري اي حاجه تحبي نتيا على حسب ذوقك. هنايا راح ندوب الشيكولا البيضاء، راح نطليه بالشيكولا البيضاء، زدت لها حوالي مغرفه كبيره تاع زيت. ها هي شوفوا كي تزيدي لها مغرفه كبيره تاع الزيت، شوفوا كيفاه تجي سائله، تجي تبريي. ونبدا نقلاصي في الحبات تاوعي. هنايا نفرش ثاني كيس بلاستيكي، من الاحسن تحطي شباك تحطي فيه الحبه باش هذيك الزائد تاع الشيكولا يهبط لنا كامل، ولا تحطي كيس بلاستيكي باه من بعد تركبي هذيك الشيكولا اللي تهبط هكذا. شوفوا الطريقه، تهزي الحبه تاعك تحطيها فوق الفرشيطه
وتهزي بالمغرفه تحطي شيكولا وتخبطي هكذا شويه باش يهبط هذاك الزائد تاع الشيكولا، ما تجيش طبقه كبيره تاع شيكولا. هذا هو شكله. من بعد التزيين تقدري تزيني كما تحبي، تقدري تخليه سامبل، تقدري ديري له تزيين خفيف، تقدري ديري ورود تاع الشوكولا ولا تاع عجين السكر، تقدري تزيني بحاجه اللي تكون عندك متوفره عندك. ها هو انا الكاطو تاعي ها هو جد. بعد ما زينته انايا اخترت هنا درت خطوط الشوكولا البيضاء، لو درت لها مو لاغوم تاع الفراز، ما فونزيتوش، خليته هكا شويه فاتح، درت خطوط خفيفه وحطيت شوش الورد للجانب. هنا تقدري ديري ورده كومبلي، ولا تقدري ديري هنايا اي نوع تاع مكسرات ولا اي ورده تحبيها. التزيين راح يكون على حساب الذوق تاعك وعلى حساب واش عندك تزيين. انا حبيت نزينه بهذه الطريقه، جربوه. بالاخير ثاني تحبوا ديروا له نابخي، ثاني تديروا له نابخي بالشوكولا باجي يبري، تحبوا تخليوه سامبل. جربوه واعطوني رايكم فيه. دوك تشوفوا كي نقسم لكم الحبه وتشوفوا ديك الهشاشه يجي قلت لكم يذوب. وحبيت نخير هذا الموديل ونحط لكم، حسيته شويه بسيط بصح هو بنين يعني، وراح يكون مناسب للعيد الفطر. ان شاء الله نوصلوا له بالصحه والهنا. فيديو تاعي جيت للختام تاعو، ان شاء الله راح نلتقي بحول الله في كاطوات اخرين. راح مازال مزيد من الموديلات راح نحطهم لكم، انتظروني فقط. راح نحط لكم وصفات رائعه وموديلات لهذا العام هايله وناجحه 100%. نلتقي بحبل الله في فيديوهات قادمين. ما تنسوش تجملوا الفيديو هذا وتبارطاجيوه القناه، واللي مازال ما شاركش القناه يشترك فيها. السلام.